السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات؟ وحشوني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا فيديو هيعجبكم. هنعمل ايه ان شاء الله؟ هبة هتعمل لأحلى صحاب، هتعمل لهم مكرونة بالتونة. سهلة وبسيطة. مش هتاخد منكم وقت. بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لهيبو كيتشن. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما اتعودنا هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة يا بنات، هنجيب مع بعض مية هنحطها على النار عشان هنسلق فيها المكرونة. طبعا المكرونة ممكن تعملي مكرونة سباكيتي، وممكن تعملي لام، ممكن مكرونة عقل. طبعا المكرونة اللي تعجبك والموجودة عندك والمتوفرة. أنا النهاردة هعملها عقل، اللي هي المعوجة شوية. هنحط إيه تاني. طبعًا المَيّة على النار، هاحط لها معلقتين ملح، وأول ما تغلي هابدأ أنزّل المكرونة. هاسلق المكرونة عادي زي ما أي حد بيسلقها. هنجيب بس وok على النار، هنحط فيه شوية زيت. وهنعمل إيه في الwok ده، هنجيب 4 أو 3، 4 فصوص توم كده على حسب حجم التوم. بُصّوا أنا باخرّطهم حلقات كده صغيّرة، أو باقطّعهم قطع صغيّرة، ممكن أنتِ تفرميهم لو أنتِ مش حابة التوم يبقى باين أوي في المكرونة. زي ما أنتم شايفين كده يا دوب هنشوّحوهم، وهابدأ أنزل بحاجات تانية هاوريها لكم. هننزل إيه، بُصّوا يا دوب أنا مش عايزة أغيّر لون التوم، أنا يا دوب هاشوّحهم كده و وأنزل بإيه، بالفلفل الSpicy. بُصّوا أنا زوّدت شوية زيت، حسّيت إن الزيت إيه، شوية صغيّرين. طبعًا الفلفل الSpicy ده برضه اختياري لو أنتِ مش حابة تحطّيه، بس باحس إن هي بيدّي للمكرونة طعم. بس طبعًا أنتِ لو عندِك أطفال بلاش تحطّي، ممكن تحطّي فلفل ألوان. هتنزلي ببصلاية حلوة كده متوسطة، بصلاية حمرا، ممكن تنزلي ببصل أبيض، وممكن في الوصفة دي تحطّي بصل أخضر. أنا كنت عاملة مكرونة قبل كده بالتونة برضه، بس بمقادير تانية، يعني حاطة بصل أخضر، حاطة فلفل ألوان، هاحطه لكم إن شاء الله في لينك الفيديو في أول تعليق مثبت. برضه لو حابين تتفرجوا على الطريقة التانية. بُصّوا أنا بافصّص كده البصل من بعضه، وبرضه بادّي تشويحة للبصل وللتوم وللفلفل. بُصّوا كل ده أنا مغيّرش لون. تمام يا بنات؟ هننزل بإيه تاني يا بنات، هننزل إن شاء الله دلوقتي هنجيب علبة تونة. طبعًا عايزة تحطّي علبتين، 3 على حسب بقى إيه عدد أفراد الأسرة، على حسب الكمية اللي أنتِ هتحطّيها. يعني أنا هاعمل نُص كيلو مكرونة، حطيت إيه، علبة تونة. برضه هادّيها تشويحة كده مع الخضار اللي أنا حطيته، وهابدأ أنزل إيه، بصلصة وبهاراتنا. إيه بهاراتنا هتبقى ملح. بُصّوا قبل البهارات وقبل الصلصة هاحط نُص ليمونة. إيه ده ليه؟ هتدّي taste كده حلو، جرّبوها، بتدّي taste للتونة حلو. هتحطّي بقى 3 معالق صلصة، أنا قُلت لكم حاطة نُص كيلو مكرونة 3 معالق صلصة وعلبة تونة. عايزة أنتِ تزوّدي برضه طبعًا إيه، حسب بقى ذوقِك وحسب الصلصة أنتِ عايزاه أكتر. أنا بالنسبة لي الصلصة هتشوفوها لون المكرونة كده حلو. هتبدئي تنزلي بإيه، بمعلقة ملح حلوة صغيّرة، وهتنزلي بمعلقة فلفل أسود برضه صغيّرة. هانزل قولوا معايا بمعلقتين كده بابريكا. وهاحط إيه تاني، وهاحط معلقة سكر. ليه معلقة سكر؟ عشان الحموضة بتاعة الصلصة، عشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة. بُصّوا أنا هابدأ أقلّب فيها كده واسيبها تتكتك مع نفسها كده لمدة 10 دقايق. وبعد تمام، هاسيبها بعد أمّا تتكتك 10 دقايق كده، هابدأ بعد المكرونة ما تتسلق، هابدأ أنزّلها على إيه، على التونة. بُصّوا سهلة وسريعة، وفي 10 دقايق هتكوني عملتيها. وحاجة بسيطة وهتعجب الولاد جدًا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا بنات اللايك وتشيروا لي الفيديو على قد ما تقدروا. الفيديو ده قلت لكم بيرفع القناة. انا عايزين نكبر بسرعة بقى يلا، عشان نعمل حفلة مع بعض ان شاء الله. بصوا المكرونة بعد ما سلقتها انا ما صفيتهاش ولا غسلتها تحت الحنفية ولا حاجة. بصوا انا طلعتها من المية بتاعتها، حطيتها فين، حطيتها في التونة والخضار بتاعها. بصوا شايفين يا بنات، سهلة وسريعة وبسيطة، يا دوب هتاخد برضو هقلبها تاخد وتدي مع بعض لمدة 10 دقايق ونبدأ نحطها في الطبق. ممكن تحطي جنبيها بطاطس محمرة، ممكن تستكفي بيها كده. انا عملت شوية بطاطس محمرة جنبيها وتمام كده. وبألف هنا على قلبكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم.
عايزة كومنت حلو كده يشجعني. بصوا انا بدوقها، لقيتها محتاجة شوية ملح صغيرين، هنزلها شوية ملح، سيبها بقى 10 دقايق تاخد وتدي مع نفسها. وبألف هنا، اللي يجربها يا بنات يكتبها لي، اكتب لي في التعليق تحت ان هو جربها وايه رأيكم في الطعم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد سريع كده ان شاء الله، زي ما انا وريتكم. اشوفكم في فيديو جديد مع وصفات تانية اسهل واسرع. انتظروني. باي باي، مع السلامة يا بنات.